السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بزاف منكم في هذه الفتره يتساءل كيفاه تكون المراجعه النهائيه ووقتاش يدير المراجعه النهائيه. راح نجاوبكم في هذا الفيديو على كل الاسئله اللي راهي تدور في راسكم. راح نعلمكم كيفاه تكون المراجعه النهائيه الصحيحه والفعاله بالتفصيل للحصول على الباك بمعدل عالي ان شاء الله. كيفاش ووقتاش تكون المراجعه النهائيه؟ تبع معاي مليح. بعد ما تكملوا البرنامج كامل تاع كل مادة لازم تراجعوا باش ما تنساوش، وهذه هي المراجعة النهائية. تركز على الحوايج اللي كنت تغلط فيهم وتصححهم، واللي نسيتهم تعاود تثبت المعلومات، والتمارين اللي نسيت الحل نتاعهم تعاود تحلهم. شوف، باه دير مراجعة نهائية صحيحة وفعالة وتضمن فيها نقاط عالية، هاد الفترة زيروا رواحكم لأنها هي اللي تحدد لكم النتيجة تاع الباك واختياراتكم لتخصصاتكم في الجامعة إن شاء الله. كي تكمل البرنامج تاع كل مادة عاود قرا الملخص. اللي ما راهش داير ملخصات يروح يديرهم، لأنكم راح تحتاجوهم بزاف في المراجعة، وخاصة في المراجعة نتاع ليلة الباك، لأنكم كي تجيو تراجعوا ما غاديش تقدروا تقراو من الكراس كامل، لذلك تقراو من الملخص وتراجعوا منه هو برك. كي تكمل البرنامج قال الملخص اللي كنت درته من قبل يكون فيه قواعد أو قوانين عاود راجعهم، وبعدها مر على التمارين واحد بواحد. التمرين اللي تعرف جوابه جاوب عليه شفهيا فقط، واللي ما تعرفش الجواب نتاعه أو نسيت جوابه جيب ورقة وقلم وعاود حلو من جديد. وحل مواضيع البكالوريا السابقة، حلوا أكبر عدد من المواضيع لأن المواضيع تتكرر في البكالوريا وما عليكم إلا حل أكبر عدد من المواضيع. والأشخاص اللي عندهم وقت يقدروا يحلوا البكالوريا التجريبية، راح يكفوهم في المراجعة النهائية لكل مواد. وزيدوا حلوا حتى المواضيع المقترحة، ضربوا طلع عليهم وركزوا عليهم، بصح ما تدخلوش غير بيهم لأنهم قادرين يطيحوا كما قادرين ما يطيحوش. مواضيع المواد الأساسية حلهم بورقة وقلم، والمواد الثانوية في الشعبة تاعك حل مواضيع فيها فقط بشكل شفهي. لازم تحل بزاف مواضيع، وحاول أثناء حلك المواضيع تلتزم بالوقت، وبتطبيقك لهذه الطريقة راح تتعلم تتحكم في الوقت وتتعلم طريقة الإجابة الصحيحة اللي تضمن بها نقاط عالية بإذن الله تعالى. وأثناء حلكم للمواضيع ركزوا تحلوا المواضيع بأفكار متنوعة. البرنامج اللي ننصحكم به تاع المراجعة النهائية قسم يومك على 3 مواد، في الصباح مادة أساسية، وفي المساء مادة ثانوية زائد مادة من مواد اللغات. المراجعة النهائية تكون في الأسبوع الأخير قبل الباك أو في 4 أيام التي تسبق البكالوريا. ركزوا مليح في هذه الفترة وديروا مراجعة نهائية بشكل صحيح وتكون فعالة، لأنها هي اللي تحدد لكم النتيجة. وتقدروا تاني تستفادوا من المراجعة النهائية اللي يديروها بعض الأساتذة في اليوتيوب، راهم يديروا مواضيع المراجعة النهائية، حلوهم وراجعوا معاهم وركزوا مليح على واش راهم يبدو لكم النصائح في كل مادة. حاولوا كل مادة تراجعوها بشكل صحيح، وحتى المادة اللي ما يكفيكمش الوقت ضربوا عليها طلة. حرصوا باش ما تدخلوش الباك بلا حتى وحدة، أي نقطة راح تعاونك ونقطة وحدة قادرة تبدلك التخصص نتاعك. ما بقاش قد اللي فات، زيروا رواحكم وتعبوا شوية وقراو مليح وكملوها للأخير. على بالي صعيبة والضغط والخوف والتعب، بصح كل شي يهون من أجل الباك، لأنه يستاهل والفرحة تاع الباك تستاهل. وبالتوفيق لكم كامل إن شاء الله. قراو وديروا اللي عليكم وكلش بيد ربي سبحانه وتعالى. كل حاجة كتبها ربي مرحبا بها، يا رب تكتب بعد كل هذا التعب ينالوا ما صبروا لأجله. نتمنى يفيدكم هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء، سلام.